زميل رأفت خميس. في التنفيذ على الهواء لكم أرق تحيات من الزميل علاء الجزائري. تحية رقيقة يقدمها لكم زميلي العزيز معد ومقدم هذه الفترة الزميل مجدي فكري. تحياتي لكم من أصدقائي. فترتنا الليلة دي بتواكب الأحداث اللي احنا بنعيشها، الأحداث اللي يمكن عشناها وعشنا مرارتها من امبارح وما زالت حتى الآن. مجدي، يعني كلمنا عن فترتنا النهاردة. أولا أهلا بك زميلتي العزيزة منال زيدان، أهلا بالسادة المستمعين، وخالص العزاء للشعب المصري في هذا الحادث الأليم، حادث الجلل الذي أصاب الوطن يعني وأصاب جميع أبناء مصر بالحزن الشديد على من فقدناهم أمس في الكنيسة البطرسية. بنعزي ونقدم العزاء لشعب مصر ولمصر، ويعني الشعار دايما أن مصر ستظل أبية، ستظل قوية، ستظل متماسكة مهما أراد الحاقدون، ومهما حاول الكارهون، ومهما فعل المتربصون بنا وبنجاحنا. مهما حاولوا أن يفتتوا وحدة هذا الشعب لن ينجحوا أبدا. ستظل مصر بإذن الله قوية أبية شامخة متوحدة. لكن خلونا نتكلم برضو النهاردة عن شيء مهم جدا جدا، بما ان احنا الفترة الثقافية، فاعتقد ان المثقفين عليهم دور كمان في هذا الامر، لان الارهاب، هذا الارهاب الاسود الذي هاجم مصر امس، اعتقد انه لن يواجه امنيا فقط، ولكن ايضا علينا ان نواجهه بالثقافة وبالتنوير وبالفكر وبتغيير المفاهيم الخاطئة لدى هؤلاء الشباب المغرر بهم والمضللين للأسف. المثقفين عليهم دور بما أنهم العقول الناضجة والنابضة بالفكر والثقافة في هذا الوطن. المثقفين عليهم دور كبير، والثقافة عليها دور كبير، والمؤسسات الثقافية أيضا عليها دور كبير يجب أن تلعبه في مكافحة ومواجهة هذا الإرهاب. الفترة ستدور عن هذا المفهوم، المواجهة، الثقافة في مواجهة الإرهاب، مع مجموعة كبيرة من الأدباء والكتاب والرموز الثقافية في اسكندرية، والمسؤولين أيضا عن المؤسسات الثقافية في اسكندرية والهيئات الثقافية. بعد الفاصل انتظرونا. أخواني المستمعين، زي ما بدأنا الفترة إن احنا هنتكلم النهاردة عن دور المثقفين ودور الثقافة في مواجهة الإرهاب، وده دور كبير جدا جدا على المثقفين أن يلعبوه في الفترة القادمة. اسمحوا لي نقدم أول لقاء من لقاءات هذه الفترة مع الأستاذ أحمد درويش، وكيل وزارة الثقافة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي. أستاذ أحمد، أهلا بيك معنا. أهلا بيك أهلا بيك يا فندم. يعني يا أستاذ أحمد، طبعا أنا في ظل هذا الحدث الأليم الذي أصاب مصر كلها، أعتقد أن المثقفين وللثقافة دور مهم جدا في مكافحة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أقدم خالص التعازي لإخواننا في الوطن، إخواننا في المواطنة، واللي بيننا وبينهم ده إخواننا المسيحيين، اللي أقسم بالله العظيم إن أنا أحب أنقل ليهم شعور كافة المسلمين بالفجيعة واللي وقعت أمس، وشعورنا بالأسى تجاه هذا الحادث الأليم اللي ربنا رب ما يعيده على وطننا وهنا مع وطننا بالأمان. يعني أنا بقدم لهم خالص التعازي، وهم الشهداء في الجنة، وإن شاء الله دمهم ما يروحش حضر، وزي سيادة الرئيس ما طلع وكشف عن الجناه وعن خفة الجناه. والكلام ده بيرتبط باللي حضرتك قلته، الشاب اللي دخل بحسام نازف ده، اللي تم استقطابه من تجاه جهات دنيئة، ده نتيجة نقص الثقافة ونقص التوجيه وقلة التربية والدين اللي احنا بنحاول ان احنا نثقلها في الاطفال والشباب دلوقتي. احنا لما، انا مش عايز اقول نستقطب، احنا عايزين نستوعب يا استاذ احمد. لو استوعبنا الشباب ده كله في قصور الثقافة عندنا، نستوعبه ونحتويهم. صدقني احنا اليومين دول بنحاول بكافة الامكان فتح ابوابنا امام كافة الاطياف من الاطفال والشباب بالذات، لان هم دول اللي بتأتي الركيزة على تنشئتهم وترسيخ فكرة المواطنة وفكرة السلام والأمن والتفكير السوي
لان هم نجحوا في الفتره اللي فاتت وفي السنوات اللي فاتت ان هم يستقطبوا ليهم بعض الشباب ويزودوهم بافكار هدامه، بدافع ان هم بيكافحوا وبيجاهدوا وهم مش عارفين ان هم بيهدوا في الوطن وبيهدوا في المجتمع. صحيح. وبيقتلوا اخوانهم وبيهدروا دم الابرياء. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنغرس في الطفل مش بس الافكار البناءه، كمان بنحاول ننمي موهبتهم سواء في الشعر او في الموسيقى او في الفن التشكيلي، علشان خاطر مش نشغل ذهنهم بيها، لا نعلمهم ان الدنيا فيها حاجات جميله. صحيح. الدنيا فيها حاجات ممكن يهتم بيها ونبدع فيها، ونبعدهم عن ان هم يكونوا طعم سهل لهؤلاء القتله اللي ربنا ان شاء الله باذن الله مش هينصرهم علينا وهينصرنا عليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جدا. واتمنى طبعا يكون في خطه جديده كده وشامله للثقافه في الاسكندريه وغرب الدلتا لاستيعاب هؤلاء الشباب. انا بدعوكم لزياره جميع مواقعنا ومشاركتنا، ولو في مقترحات ليكم واحنا بننزل دلوقتي المدارس ومراكز الشباب وعاملين بروتوكولات تعاون مع كافه الجهات، وبنروح المستشفيات حتى بتاعت الاطفال وبنستقبل الشباب، وعندنا بعض المسابقات لاكتشاف الموهوبين من الاطفال ومن الشباب على مدار العام. ويا رب يسلم مصر يا رب من كل سوء. يا رب يا رب. الاستاذ احمد درويش وكيل وزاره الثقافه رئيس الاداره المركزيه لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بشكرك جدا استاذ احمد. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مكملين معاكم اصدقائي المستمعين على موجتنا موجة الإسكندرية وفترتنا الثقافية والثقافة في مواجهة الإرهاب. زي ما قلنا لكم أصدقائي المستمعين، الفترة النهاردة بنحاول نستطلع آراء المثقفين والكتاب والفنانين وأيضا المسؤولين عن المؤسسات الثقافية في الإسكندرية حول كيفية مواجهة الإرهاب بالثقافة. معي الآن عبر الهاتف الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية. دكتور وليد أهلا بك يا فندم معنا. أهلا وسهلا فندم. مساء الخير. يمكن حضرتك دكتور وليد كفنان ومثقف سكندري وأيضا مسؤول عن مؤسسة ثقافية كبرى في اسكندرية وهي مركز الإبداع. أيوة فندم. رؤيتك لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم الأسود من خلال الثقافة والتنوير. هو طول الوقت بنقول إن الإرهاب في كل صوره لن يتم مواجهته أمنيا بقدر ما يكون الثقافة ودورها الأساسي. أيوة. والحقيقة كل المجهودات اللي بتبذل في مؤسسات وزارة الثقافة بشكل عام إذا لم تركز على الشباب كشباب ومش عن سبيل التوجيه المباشر أو الموضوعات اللي فيها نوع من أنواع التلقين، بمعنى إن لازم يكون التركيز على الشباب، فتح مجالات للإبداع، فتح مجالات للتعبير عن أنفسهم بشكل أو بآخر دون تلقين مباشر أو دون فعاليات فيها تكرار لنفس الشعارات اللي بشكل أو بآخر. أعتقد إن إحنا كمركز إبداع بنحاول نعمل ده منذ فترة، مركزين تحديدا على الموضوعات الإبداعية كوسيلة لمواجهة أي أفكار أخرى ممكن تزرع فيها عقول الشباب بشكل عام. أعتقد مركز الإبداع أيضا عليه دور مهم جدا من خلال نشاطاته الفنية والثقافية، مهرجانات اللي بتعملوها باستمرار. انتم يمكن عندكم مهرجان مسرح قريب دكتور وليد. الحقيقة هيبتدي عندنا يوم 16 يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. الدورة الرابعة لمهرجان الحرية المسرحي، وده هتشارك فيه 11 فريق مسرحي سكندري هيتنافسوا على جوائز المهرجان. 11 فريق سكندري مسرحي؟ ايوه. يعني بمعدل الفريق مثلا فيه 7-8 يا دكتور وليد يعني عندنا حوالي 100 شاب مثلا مسرحيين في اسكندريه بيشاركوا في المهرجان. على الاقل يعني. طب ده جميل يعني. ايوه. ما ده جزء من احتواء الشباب واستيعابهم والاخذ بايديهم بعيدا عن التطرف الفكري طبعا يعني. بالتاكيد يا فندم.
فندم. وبعدين فتح مجالات تعبير للشباب بشكل عام. ايوه فندم. في المجالات الابداعيه وتنميه قدراتهم واتاحه فرص ليهم ووضعهم في مجالات فيها نوع من انواع التنافس. بيفرغ كتير من الطاقه دي وبيصحح كتير من المفاهيم اللي مهما عملنا انشطه مباشره بتدعو الى نبذ العنف او انشطه مباشره نستهدف فيها نبذ التطرف او انشطه مباشره نحاول نصحح فيها المفاهيم، مش هيتم ده على قد ما تفتح مجال لشاب او لمجموعه شباب ان هم يعبروا عن نفسهم من خلال حفل موسيقي او من خلال عمل مسرحي او من خلال فنون تشكيليه او حتى من خلال امسيه شعريه. لان التثقيف من خلال الابداع اكيد بيغير من طبيعه الافراد وبيوسع مداركهم وبيخلي منظورهم للاشياء مختلف. فدور المؤسسات الثقافيه بشكل عام سواء خاصه او حكوميه لازم ينصب على محاوله جذب الشباب وفتح مجالات ليهم، كل واحد في مجال تعبيره، واذا ما كانش هو مبدع بذاته فعلى الاقل يكون متذوق للابداع او متلقي في اي مجال. دكتور وليد معلش مرة تانية بقى نعلن عن هذا المهرجان المهم وندعو كل شباب اسكندرية اللي بيحب الفن ويحب المسرح انه يشاهد هذه الاعمال، وندعو ايضا من خلال حضرتك الشباب اللي عنده اي هواية او اي موهبة يتوجه بكل يعني حب وود الى مركز الابداع ويتفضل يروح مركز الابداع ويقدم نفسه للمسؤولين هناك. مفيش حد بيتأخر عن اي موهبة شابة او اي شاب عايز يمارس هوايته وثقافته. بالتاكيد احنا ان شاء الله يوم 16 يوم الجمعه الجايه هيتم افتتاح المهرجان على مدار اسبوع للفرق المنافسه الفرق السكندريه المسرحيه، ومن يوم 23 حتى يوم 27 هيكون لاول مره في اسكندريه مهرجان الحريه للمسرح العربي بمشاركه 6 دول عربيه بالاضافه لمصر طبعا. هيتنافسوا على مدار الخمس ايام وهيكون الختام النهائي للمهرجان وهيتم فيه التكريمات ان شاء الله يوم 27 ديسمبر. الدخول طبعا مجانا؟ طبعا الدخول مجانا والدعوه عامه ومفتوحه لكل السكندريين المحبين لفن المسرح. ومن خلال حضرتك بحب يعني اوجه دعوه فعليا زي حضرتك ما قلت، المكان مفتوح لاي موهبه جايه من مجالات الابداع في اسكندريه هيتلقى الدعم اللي يحتاجه، سواء كان اتاحه قاعات او سواء كانت تنظيم حفلات او ورش فنيه وادبيه. كل ده متاح واحنا في خدمه الشباب بشكل عام والثقافه بشكل خاص. بشكرك جدا الفنان الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحريه للابداع بالاسكندريه. شكرا يا فندم. شكرا. أصدقائي على موجتنا موجة الإسكندرية وفترتنا الثقافية، ومعنا الآن ضيف على التليفون. معي الآن الشاعر الكبير والناقد الأدبي والإعلامي أيضا الأستاذ أحمد فضل شبلول، وحديث متواصل في هذه الفترة عن دور المثقفين في مواجهة الإرهاب ودور الثقافة عموما في مكافحة ومقاومة الإرهاب. أستاذ أحمد أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا أستاذ مجدي، مساء الخير. حضرتك من كبار مثقفي الإسكندرية طبعا الوطن العربي، وأعتقد أن المثقفين عليهم دور في هذه الآونة يا أستاذ أحمد ونحن نمر بهذه اللحظات العصيبة يعني. بالتأكيد الثقافة هي حجر الزاوية في المسألة دي. أيوة فندم. والفكر يعني صناعة الإرهاب أصلا وراها أفكار مغلوطة. بالظبط كده، عشان كده بنقول إن الثقافة هي حجر الزاوية في حربنا مع الإرهاب. وليس يعني تأتي بعد ذلك الرصاصة والبندقية والأسلحة الأخرى. الفكرة يا أستاذ أحمد يعني اسمح لي أقول لحضرتك إن الفكر اللي جعل شاب صغير يؤمن بأن قتل الأبرياء هو جهاد في سبيل الله، هذا الفكر المغلوط ده دور المثقفين إن يغيروه. بالظبط كده يعني، والمثقفين بيحاولوا من خلال مقالاتهم، من خلال قصائدهم، من خلال حتى افلام السينما ومسلسلات التلفزيون. يمكن شفنا قبل كده مسلسل تلفزيون بطولة الراحل محمود عبد العزيز باب الخلق. أيوة. وشفنا في رمضان اللي فات برضه مسلسل مهم جدا اللي هو القيصر. أيوة. بطولة يوسف شريف. يعني المسلسلين دول بيتناولوا فعلا بنية الفكر اللي ورا العمليات الارهابيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، والله اعلم هنشوفها بعد كده كمان ولا هتنحصر.
يعني وانا زعلان جدا النهارده عشان حاجه. يعني الانشطه الثقافيه النهارده في مكتبه اسكندريه وغيرها توقفت حدادا. توقفت حدادا. طبعا احنا متعاطفين تماما مع انها تبقى حداد على ارواح الشهداء او ارواح الضحايا اللي راحوا امبارح وقبل كده، ولكن الثقافه لا تتوقف. صحيح. لماذا؟ يعني الانشطه الرياضيه لم تتوقف. يعني النهارده الاهلي هيلعب، بكره الزمالك هيلعب. فالثقافه اللي هي المنوط بها العمليه الاساسيه، ولما زي ما انا بدات في الاول ان الثقافه هي حجر الزاويه، تتوقف انشطتها في اليومين دول. بالعكس احنا محتاجين الى مزيد ومزيد من الثقافه والتثقيف والحوار الفكري لغايه ما نقدر نعدل او نطرح الافكار المغلوطه على الناس عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل في البلد بالظبط. يعني استاذ احمد، وبالتالي نكون اول حاجه. نعم. انا منال زيدان يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بس كنت عايزه يعني اضيف حاجه او يعني تعقيب بسيط على كلام حضرتك المهم جدا، ان هو ده كان هدفهم. يعني هو ده اصلا من العمليات الارهابيه، ان هم يعرقلوا مسيرتنا. فيا ريت فعلا يعني الانشطه ما تتوقفش، الحياه ما تتوقفش. احنا متعاطفين؟ لا، احنا مش متعاطفين، احنا كلنا على فكره قلبنا يعني مكسور من امبارح. يعني مش مجرد التعاطف فقط، لا، يعني المصاب مصابنا كلنا والله. امبارح لا عارف اقرا ولا عارف اكتب ولا عارف صحيح مش عارف اعمل اي حاجه. يعني حاسس ان الموضوع في بيتي. صحيح. يعني وان اللي ماتوا دول والشهداء دول اهلي وجيراني واقاربي. يعني احنا فعلا نسيج واحد، مش نسيجين ولا ثلاثه. ازاي يا استاذ احمد؟ انا شفت خبر الصبح بدري امبارح، يعني كاني ماشي في متاهه فعلا. استاذ احمد، ازاي نغير افكار الشباب دي؟ يعني ازاي احنا كمثقفين بقى ناخد بديل الشباب دول؟ نستوعبهم ازاي بقى؟ برضه نكتشف مواهبهم مبكرا قبل ان ينتموا الى فكر اخر والى اراء اخرى. يعني انا وانا صغير تعرضت لمثل هذا الموقف، تعرضت ان حد من الجماعات دول اخذني بس كان في فكر بيحميني. كنت بنقرا وانا صغير يعني المفكرين ومثقفين وكده، فده اللي حماني فعلا من اني انجرف مع حد من اعضاء هذه الجماعه الارهابيه. ويعني فلازم فعلا من الصغر نحمي شبابنا حتى لما يكبروا يكونوا هم الدرع بتاعنا، ما يبقوش ضدنا، ما ينقلبوش علينا ويقتلونا. صحيح. بشكرك جدا جدا شاعرنا الكبير الاستاذ احمد فاضل شبلول. اشكرك على هذه المداخله يا فندم. شكرا جزيلا. ومصر برضو برغم كل شيء تفضل بلد الامن والامان. صحيح. يا رب دايما. الارهاب. معنا الان الشاعر الكبير جابر بسيوني، عضو مجلس اداره اتحاد كتاب مصر وعضو المجلس الاعلى للثقافه. استاذ جابر، اهلا بيك معانا. اهلا بيك استاذ مجدي. وانا يعني بقدم العزاء لكل مصري وكل مسلم وكل مسيحي في شهداء الكنيسه البطرسيه في القاهره، وانا اعتقد انه مصاب جلل كلنا نشترك فيه. استاذ جابر، ايوه، قبل الثانيه اسمح لي ان انا اتدخل معك مداخله مباشره. انت عضو مجلس اداره اتحاد كتاب مصر. ايوه حبيبي. ما هو الدور المنوط به الان اتحاد الكتاب والادباء والمثقفين في مكافحه ومقاومه وضحض الارهاب من خلال طبعا استيعاب الشباب؟ يعني عايزين نعرف. كلمه ابرك يعني في اجابه جديد على كل كاتب وعلى كل اديب وعلى كل شاعر وعلى كل فنان او مبدع ان يقدم الاستناره وازاحه الستار عن الحقيقه الغائبه، وهو ان العنف والبطش واراقه دم انسان مسالم يعني هي عند الله عظيمه جدا، وان زوال العالم كله كما قال الله سبحانه وتعالى اهون عند الله من اراقه دم انسان بريء، بل ان من قتل نفس بريئه او انسان بريء كانما قتل العالم كله او الناس جميعا. فانا بقول لكل مبدع علينا جميعا ان نشترك في تنوير العقول والتبصير بالفرق ما بين العقيده السامحه وما بين التعامل ارهابيا مع المعتقدات والمبادئ. وانا بقول لكل مبدع عليك ان تجاهد بالكلمه، لان الكلمه سلاح، وسلاح الفنون اقوى من سلاح
العمليات والرشاش، يعني جراحاته السنان لها التئامه، هم يلتموا ما جرح لسانه. كلمه اقوى من الرصاصه، علي ان تنير للناس، وعلينا في هذه الاونه ان نجتمع حول كلمه واحده، هي تعمير الارض وحب ما لنفسي للاخر حتى تعمر البسيطه ووجه الارض جميعا. وعلينا ان نبصر بان هذه الافعال وان لم نشترك فيها لكن هي اعمال يغضب الله عليها ولا يقرها اي دين. اشكرك جدا يا استاذ جابر. انا بسمع لاستاذ مجدي معايا الاديب والروائي ابن الغربيه وكفر الزيات الكبير استاذ فخر ابو شليب ايضا، يعني احب ان يوقع في هذا التسجيل على الهواء. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا بك يا استاذ فخري، وسعداء بوجودك معنا في اسكندريه، يعني رغم هذا الحدث الاليم الذي اصاب مصر. يعني اسمح لي اكلمك دور المثقفين بقى في محاربه الارهاب. انا اولا اقدم عزائي واعبر عن حزني واسفي الشديد على هذا الحادث الوحشي الغاشم الذي راح ضحيته كثير من المصريين وعكاظ من المصريين الذين استشهدوا في هذا الحادث. دور المثقفين والكتاب هم انه يغيروا هذا التفكير في اذهان الشعب المصري. صحيح. من خلال الروايه والمقالات والنقد، هي كل الادب والفن يجب ان يكرس جهوده لتغيير العقليه المتخلفه هذه. طبعا بالاضافه الى الجهود الامنيه. على فكره تشرشل من الحرب العالميه الاولى كان يشغل منصب وزير الاسطول، وقال في سياق سياسته انه المسلمين عندهم حاجه اسمها الجهاد، فلتكن سياستنا مستقبلا ان نجعلهم يجاهدون ضد بعضهم البعض، فهم بيخلونا نضرب في بعضنا ونقتل بعض، واحسن حاجه تحارب بيها عدو هو انك تجد عدو اخر. فللاسف الشديد احنا بنتصرف كما لو كنا اداه في ايديهم. فيعني اتفضل يا فندم. يعني اتمنى ان انتم عليكم دور مهم جدا جدا تلعبوه في الفتره القادمه يعني. طبعا، بس المساله لابد ان تاخذ وقتا ولابد ان تواجه بوجهات نظر مختلفه ومتخلفه. فاحنا قدامنا معركه ضاريه وطويله وسننتصر فيها ان شاء الله. بشكرك جدا جدا اديبنا الكبير الاستاذ فخري ابو شليب، وبشكر معاك ايضا الشاعر الكبير جابر بسيوني. اشكركم جدا جدا يا فندم. شكرا. معكم أصدقائي المستمعين على موجتنا، وما زلنا نتحاور مع مثقفي الإسكندرية ورأيهم في دور المثقفين في مواجهة الإرهاب. نسعد بأن يكون معنا ضيفنا في استوديو الهواء أو على تليفون استوديو الهواء الأستاذ محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك بإذاعة الإسكندرية. اهلا وسهلا. استاذ محمود، يمكن احنا في خلال الفتره بنحاول نجاوب على السؤال المهم، كيف يقوم المثقفين بدورهم في مواجهه الارهاب، وكيف تواجه الثقافه بشكل عام هذا الارهاب الغاشم؟ والله هذه قضيه اليوم، وهذه القضيه الوطنية الأولى الملقاة على عاتق المثقفين. لأنه الإرهاب أو مواجهة الإرهاب، المواجهة الحقيقية ليست فقط مواجهة الأمنية، لأنه من الظلم فقط أن نتصور أن مقاومة الإرهاب هي مقاومة أمنية، ولكن في الحقيقة أن مواجهة الإرهاب ترتكز وتقوم على المواجهة الفكرية. لماذا؟ لأن الفكر هو محرك الإنسان سواء بالسلب أو بالإيجاب، ومن هنا فإن كل من ينتبه إلى صناعة الفكر في الثقافة والإعلام والدعوة والصحافة والتلفزيون وكل مجالات صناعة الفكر وصناعة الوعي مطالب بهذه المهمة الوطنية المقدسة اليوم، التي ترتفع إلى مرتبة المقاتل والمحارب من أجل الوطن وسلامة الوطن وسلامة الأمة.
ولذلك من الواجب أو يجب أن يحتشد المثقفون والمفكرون من أجل إلقاء الضوء بقوة وبوضوح شديد على منابع الإرهاب. منابع الإرهاب هي منابع متنوعة، منابع اقتصادية، منابع فكرية وثقافية، منابع سياسية، منابع اجتماعية. أيوه. ولهذا يشهد الآن اتساع دائرة العنف السياسي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي، وأصبح الإرهاب النهارده يمثل جريمة دولية واسعة النطاق، ممثل بالإرهاب الداخلي والإرهاب العابر للحدود المعادي لكل الإنسانية بكل الجرائم التي يرتكبها كل الإنسانية. النهارده الإرهاب جريمة بتهدد الدول، بتهدد الشعوب والأفراد، بتهدد الأمن والسلم الدولي، بل بتهدد النظام الدولي بأكمله. والإرهاب النهارده ما عادش إرهاب مجرد إرهاب منظمات، ولكنه إرهاب دولي بكل معنى الكلمة. الإرهاب النهارده بيلقي بجلاله على المسرح الدولي بأكمله ويهدد المجتمع الدولي بأكمله. ومن هنا تأتي أهمية المواجهة الفكرية للإرهاب. المواجهة الفكرية للإرهاب هي السلاح الفعال في مواجهة الإرهاب إلى جانب الأمن، إلى جانب جميع المسائل. وفي رأيي أن المواجهة الفكرية للإرهاب لها مسارين، مسار عادل ومسار آثم. المسار العادل يابد لإلقاء الضوء بوضوح شديد على تاريخ المنظمات الإرهابية والجماعات التي تدعي الانتمائية إلى التيارات الدينية على تنوعاتها والدين منها براء، لأن هذا التاريخ بيكشف قد ايه هذه الجماعات جماعات معادية للوطن، معادية للوطن، بل منافية للدين اللي هم بيحاولوا يتشدقوا به. ومن هنا هذه النقطة اللي هي المهمة العاجلة دي بتدي ضوء قدام الشباب حتى لا يستجيبوا، حتى لا يندموا، وحتى لا يكون هناك انضمامات كبيرة، بل بنسلح الشباب وبنسلح قيادة الشعب وحتى الطلاب الصغار. النشء لابد ان احنا نستوعبهم ونحميهم بإلقاء الضوء ده لكي نحميهم من الأفكار الجديدة. أما المهمة العاجلة بقى فدي بتتطلب إن أنا أعمل تنسيق محكم جدا بين أجهزة الثقافة والإعلام والتعليم والأوقاف على أساس والشباب، على أساس أن هذه الأجهزة هي التي تتعامل بشكل مباشر مع الشباب وهو يمثل غالبية هذا الشعب. نحن شعب شاب، شعب فتي، شعب يتصدر بالحيوية، فعاوزين نواجه هذه الحيوية في الاتجاه الإمكاني. ومن هنا بتيجي المهمة العاجلة لمواجهة الإرهاب فكريا وثقافيا، وهذا الكلام يتم عن طريق الآليات المتنوعة للفكر والثقافة والفن، ممثلة في المسرح والسينما والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية، المعارض، الكلمة، اللقاءات موسعة للشباب بنلقي فيها الضوء على مخاطر الإرهاب وما هي هذه المخاطر المتمثلة في زعزعة الاستقرار الداخلي للدول وإشاعة ملف القلق على المسرح الدولي وتهديد سلامة البشرية جمعاء وتعكير خط الحياة الدولية والعلاقات فيما بين الدول، بل وإعاقة عمليات التنمية وإيقاف حركة التطوير اللي احنا معنيين بها حاليا. وفي بعض هذا ثاني مهم جدا لابد ان احنا نلقي عليه ضوء شديد، وهو توضيح الارتباط القوي جدا بين الإرهاب والفساد، وبين الإرهاب والقوى التطرف، وبين الإرهاب والاستخبارات الأجنبية المعادية، وإن
إنه ما نشهده الآن هو نوع من الحرب المنظمة ضد مصر الفتية، مصر القوية التي لن تركع ولن تستسلم. لماذا؟ هذه هي عظمة التاريخ ودرس التاريخ. أشكرك جدا جدا. مصر دائما دولة قوية قادرة على التصدي لهذه المخططات الإيرانية. إن شاء الله. بشكرك جدا جدا أستاذنا الكبير. أنا أولا أنا عاوز أتوجه بالشكر لإذاعة الإسكندرية، الإذاعة رائعة جدا الوطنية في توجهاتها، فشكرا جزيلا. شكرا أستاذنا الكبير أستاذ محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. بشكرك جدا على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه الآراء الشديدة الأهمية وشديدة الثقافة. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. وما زلنا معكم نتحدث مع مثقفي الإسكندرية، ومعنا الآن على الهاتف شاعرنا الكبير شاعر الإسكندرية الكبير الأستاذ محمد طعيمة. أستاذ محمد أهلا بيك معنا. اهلا استاذ مجدي واستاذه منال. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. راي شيخ شعراء العاميه في الاسكندريه استاذنا الكبير محمد طعيمه، رايك في دور المثقفين وما يجب ان يكون عليه هذا الدور؟ والله يا استاذ مجدي انا متابع الحلقه من بدايتها، ودايما بتابع اعمالك مع الاستاذه منال. الله يخليك، ده شرف لينا والله. الدور الحقيقي للثقافه في رايي يعني. أنا استمعت لمجموعة الإخوة الأدباء والمثقفين عموما. كله تكلم عن المثقف. أيوه. هنا في المقابل للمثقف إيه؟ اللي هي الأعمال اللي بتحصل من مين؟ من المتلقي. المواطنين، الجمهور يعني. الأول إن إحنا نعلم هذا المتلقي اتساع الرؤية. أيوه. الثقافة يعني معرفة. أيوة. والمعرفة بمعنى اني اتفهم، مش مجرد اني اعلم معلومة. اني اعرف ايه يعني. اول ما نزل في القرآن واحنا في مجال المولد النبوي الشريف كل سنة اقرأ. ويجي الامام الشافعي الامام الغزالي يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الاسكندرية خصوصيتها هي الثقافة. صحيح. وليس كلام شعوبي أو غيره، لا يعني لما نشوف إن اسكندرية فكرة راودت الإسكندر الأكبر لشغفه بهوميروس والإلياذة والأوديسا وما جاء فيها عن فاروس اللي هي يعني فرعون اللي هو الملك، يعني مدينة الملك أو جزيرة الملك. ويبدأ البطالمة يحققوا له هذه الفكرة بشغل ثقافي كله، بمعنى انه ينشئ مكتبة للمعرفة، ينشئ للتعليم الأكاديمية، ينشئ المنارة للهداية للسفن، تاخد منها المسيحية الشكل الطبقي للكنائس، تاخد منها الإسلام أول مأذنة على هذا السموق والعلو في جامع عمرو في الفسطاط من المنارة السكندرية. وده الأمل إن يحيى في اسكندرية ثقافتها التليدة. هي أنا مش بتكلم على إني اسكندراني، والله أنا بستسلم ليس بالميلاد ولا بالنشأة ولا بالمرور باسكندرية، إنما تعشق ثقافتها المتنوعة. التنوع يعني اتساع رؤية. لما نيجي نشوف النديم ونشوف ان منهج التبكيت والتنكيت يعملوا على اسس علميه صرف، ويقول ان التعليم التقدم في اوروبا وغيرها كان نتيجه انهم اهتموا بالتعليم وقدروا يقنعونا بان التعليم عندنا لا يصح، لان ده مش هيكون في صالح الناس البسطاء ويشغلهم ويعملوا. فاذا بدايه الوعي البسيط ده هو لابد اننا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحرر الاسير اذا علم 10. بمعنى ان ثقفهم. وبعدين اللي اعتدى على نجيب محفوظ لم يكن يعرف من هو نجيب محفوظ ولا معنى ايه الروايه بتاع الجبلاوي ولا غيرها.
المثقفين هم برضو اللي وجهوا امثال هؤلاء، ما هم مثقفين. البسطاء دول هم الاولى. يعني انا يعني عفوا بالتعبير بلخصها في رباعيه من رباعيات. اتفضل. بقول جمله اللي داير بالساقيه، قالوا له ما تفكر يا بهيم، وازاي هتتسع الرؤيه لدماغ ثقافته من البرسيم. اشكرك جدا جدا. اشكرك جدا. يعني علينا من البدايه يعني كان الاسم الثقافه الجماهيريه. انا سمعت الاستاذ احمد درويش والدكتور قانوش واستاذ احمد شبلول واستاذ جابر وغيره وغيره. المهم فيها انت بتديله ايه او بتهتم. ثقافه جماهيريه يا اخوانا. صحيح. احنا ما المثقفين في مصر. كل المعلم اللي هو بيدي هذه الثقافه ما هي نوعيتها. صحيح. وبعدين مجرد تحريك اتساع الرؤيه، يعني الفكر يبقى اكبر، الفكر يبقى متسع ومبني على ثقافه. لما انا اروح المدرسه ويقول لي اني عليك انك انت تحب زميلك المسيحي او زميلك المسلم، صحيح. وارجع البيت الاقي العكس. طب وانا بيبقى الطالب صغير. انما لما اخده انا والدور الثقافي هنا للهيئه اللي بتروح المدارس استاذ محمد، انها كمان الاسره عن طريق التمثيليات. وده جه في كلام استاذ احمد فضل. التمثيلات استاذ محمد بجاء ايه اللي يميزها؟ الفن بقى. شاعرنا الكبير استاذ محمد طعيمه. الناس ما عرفتش نجيب محفوظ الا عن طريق حسن امام. اكيد استاذ محمد كان ما قيل عن استاذ محمد طعيمه، لكنه وصل لنا معرفه نجيب محفوظ. استاذ محمد ليه؟ لان دخل في الاسره الثلاثيه الشهيره والسيد وما غيره، ومن خلالها يمس هذا الفكر الثقافي اللي يوصل للعمق. استاذ محمد معلش انا يعني استاذ محمد شاعرنا الكبير يعني استاذ محمد طعيمه. الاهتمام الاول يا اخوانا، والله الاهتمام الاول بهذا المتلقي ان اجعله على الاقل. استاذ محمد سمعني؟ معنى يتذوق انه يستطعم في طريقتنا البلدي. معنى الاستطعام ان هناك ما يسمى في الابداع، ما هو ما يترك اثرا جماليا على المتلقي. استاذ محمد طعيمه حضرتك سمعنا؟ شاعرنا الكبير استاذ محمد يتفنن في جثه متعفنه بشكل جمالي يتلقاه المتلقي بترحاب وتذوق. هنوصل لده ازاي؟ انها اهتم بهذا المتلقي. الثقافه تبقى جماهيريه ليست وقفا على النخبه. كل اللي احنا اتكلمناه في هذا البرنامج من النخبه. يعني يمكن احنا في ختام فترتنا بيسعدنا ان يكون معنا الاستاذ المطرب طارق حسين معنا على التليفون. هناخد منه يعني حوالي اخر مداخله معنا. الو الفنان طارق حسين، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني عشان وقتنا خلص بقى ندخل على الاغنيه الجميله اللي انت كنت عاملها في الموضوع ده، نختم بيها الفتره الثقافيه بتاعتك. كلمتين بس هخش على قول كلمه صغيره بدل كلمتين. طيب وجل. ماشي حاضر. اوكي ماشي حاضر. اشهد بكل إيمان في القلب بكل نور وبصوت أجرس وأذان ينده كل الأعمار. أشهد أن الحب ببلدي تسلم كل الأبدان. أشهد أن دماء تنطق أحلى تعرف طراتي في كلام ومدادي تسبح الرحمة كهلال ومدايم حضن السلطان أزمان أشهد ويا محمد قلبي كان بيهلل كان بيكبر لما عبرنا معاك يا مصر. لما عبرت
عافي يا مصر. فاكرين لما محمد مات واخواته بكل ثبات حاضن جلد دمه بينزل ينسوا صغارى بعد سكارى. يا خير جنود الارض يا فراعنة يا مصريين من عمر الزمن الماضي والبكرة ويوم الدين. يا خير جنود الأرض يا جيشنا يا مصريين من عمر الزمن الماضي والبكرة ويوم الدين. برباط الحب الواحد حاسين شيء واحد. برباط الحب الواحد حاسين اننا شيء واحد. لا نحب القلب الجاحد ولا واحد من الخيرين. يا خير جنود الارض يا فراعنة يا مصريين. جميل جدا جدا الفنان الجميل طارق حسين. دي كلمات عيسى عجل عيسى، يعني راجل مسيحي وصديقي بقالنا 30 سنه. فانا مش عارف اقول لكم ايه، انا ان الارهاب الاسود ابو قلب اسود عمره ما هينتصر علينا ان شاء الله. طبعا طبعا. اشكرك جدا جدا. شكرا فنان الجميل. شرفتني مع هذه الكوكبه الجميله اللي كانت على الهواء. شكرا يا حبيبي واشكرك على هذا الختام الجميل للفتره. اعتقد شكرا استاذ طارق. اعتقد زميلنا منال كان ختام جميل بالفنان طارق حسين. صحيح فعلا. ويا رب كده المثقفين يكون لهم دور اكبر واكبر في استيعاب الشباب الصغير اللي بيطلع مواجهة الإرهاب اللي هدفه الحقيقة مش فكرة تفرقنا إحنا يعني وحدتي الشعب أو الكلام ده كله، لكن هم كان يعني قصدهم الأساسي إن إحنا كلنا ننكسر، مسلمين مسيحيين. يعني أتمنى إن شاء الله أن الحدث اللي احنا فيه ده ينتهي ولا يعود وما ينعادش تاني إن شاء الله. تحية رقيقة لكم أصدقائي المستمعين من فريق العمل من كنترول الإذاعة. يحييكم الزميل رأفت خميس في التنفيذ على الهواء. لكم أرق تحيات من الزميل علاء الجزائري. تحية رقيقة لكم من زميلي معد ومقدم هذه الفترة الأستاذ العزيز مجدي فكري. شكرا لك مجدي. تحية رقيقة لكم أصدقائي المستمعين منال زيدان. غدا فترة جديدة مفتوحة من فتراتنا معكم خلالها دكتورة هناء عامر. شكرا الإرهاب. معنا الآن الشاعر الكبير جابر بسيوني عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وعضو المجلس الأعلى للثقافة. أستاذ جابر أهلا بيك معانا. اهلا بيك استاذ مجدي. وانا يعني بقدم العزاء لكل مصري وكل مسلم وكل مسيحي في شهداء الكنيسه الاشرافيه البطرسيه في القاهره، وانا اعتقد انه مصاب جلل كلنا نشترك فيه. استاذ جابر، أيوه. قبل الثانيه اسمح لي ان انا اتدخل معك مداخله مباشره. انت عضو مجلس اداره اتحاد كتاب مصر. ايوه. ما هو الدور المنوط به الان اتحاد الكتاب والادباء والمثقفين في مكافحه ومقاومه وضحض الارهاب من خلال طبعا استيعاب الشباب؟ يعني عايزين نعرف كلمه ابرق يعني في اجابه جديد على كل كاتب وعلى كل اديب وعلى كل شاعر وعلى كل فنان او مبدع ان يقدم الاستناره وازاحه الستار عن الحقيقه الغائبه وهو ان العنف والبطش وإراقة دم إنسان مسالم يعني هي عند الله عظيمة جدا، وإن زوال العالم كله كما قال الله سبحانه وتعالى أهون عند الله من إراقة دم إنسان بريء، بل إن من قتل نفس بريئة أو إنسان بريء فإنما قتل العالم كله أو الناس جميعا. فأنا بقول لكل مبدع علينا جميعا أن نشترك في تنوير العقول وتبصير الفرق ما بين العقيدة السامحة وما بين التعامل إرهابيا مع المعتقدات والمبادئ. وأنا بقول لكل مبدع عليك أن تجاهد بالكلمة، لأن الكلمة سلاح، وسلاح الفنون أقوى من سلاح الماديات والرصاص. يعني جراحات السنان لها التئامه وما يلتم ما جرح لسانه. كلمة أقوى من الرصاصة. علي أن تنير للناس، وعلينا في هذه الآونة أن نجتمع حول كلمة واحدة هي تعمير الأرض وحب ما لنفسي للآخر حتى تعمر
جميعا، وعلينا ان نبصر بان هذه الافعال وان لم نشترك فيها لكن هي اعمال يغضب الله عليها ولا يقرها اي دين. اشكرك جدا يا استاذ جابر. انا بسمع الاستاذ مجدي معايا الاديب والروائي ابن الغربيه وكفر الزيات الكبير استاذ فخر ابو شليب ايضا، يعني احب ان يوقع في هذا التسجيل على الهواء. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا بك يا استاذ فخري، وسعداء بوجودك معانا في اسكندريه يعني رغم هذا الحدث الاليم الذي اصاب مصر يعني. ربنا يخليك. اسمح لي اكلمك دور المثقفين بقى في محاربه الارهاب. انا اولا اقدم عزائي واعبر عن حزني واسفي الشديد على هذا الحادث الوحشي الغاشم الذي راح ضحيته كثير من المصريين وعكاظ من المصريين الذين استشهدوا في هذا الحادث. دور المثقفين والكتاب هم انه يغيروا هذا التفكير في اذهان الشعب المصري. صحيح. من خلال الروايه والمقالات والنقد هي كل الادب والفن يجب ان يكرس جهوده لتغيير العقليه المتخلفه هذه. طبعا بالاضافه الى الجهود الامنيه. على فكره تشرشل من الحرب العالميه الاولى كان يشغل منصب وزير الاسطول، وقال في سياق سياسته انه المسلمين عندهم حاجه اسمها الجهاد، فلتكن سياستنا مستقبلا ان نجعلهم يجاهدون ضد بعضهم البعض، فهم بيخلونا نضرب في بعضنا ونقتل بعض، واحسن حاجه تحارب بيها عدو هو انك تجد عدو اخر. فللاسف الشديد احنا بنتصرف كما لو كنا اداه في ايديهم. فيعني اتفضل يا استاذ. يعني اتمنى ان انتم عليكم دور مهم جدا جدا تلعبوه في الفتره القادمه يعني. طبعا بس المساله لابد ان تاخذ وقتا ولابد ان تواجه بوجهات نظر مختلفه ومتخلفه. فاحنا قدامنا معركه ضاريه وطويله وسننتصر فيها ان شاء الله. بشكرك جدا جدا اديبنا الكبير الاستاذ فخري ابو شليب، وبشكر معاك ايضا الشاعر الكبير جابر بسيوني. اشكركم جدا جدا يا فندم. شكرا. معكم أصدقائي المستمعين على موجتنا، وما زلنا نتحاور مع مثقفي الإسكندرية ورأيهم في دور المثقفين في مواجهة الإرهاب. نسعد بأن يكون معنا ضيفنا في استوديو الهواء أو على تليفون استوديو الهواء الأستاذ محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك الاسكندريه. اهلا وسهلا. استاذ محمود، يمكن احنا في خلال الفتره بنحاول نجاوب على السؤال المهم، كيف يقوم المثقفين بدورهم في مواجهه الارهاب، وكيف تواجه الثقافه بشكل عام هذا الارهاب الغاشم؟ والله هذه قضيه اليوم، وهذه القضيه الوطنية الأولى الملقاة على عاتق المثقفين. لأنه الإرهاب أو مواجهة الإرهاب، المواجهة الحقيقية ليست فقط مواجهة الأمنية، لأنه من الظلم فقط أن نتصور أن مقاومة الإرهاب هي مقاومة أمنية، ولكن في الحقيقة أن مواجهة الإرهاب ترتكز وتقوم على المواجهة الفكرية. لماذا؟ لأن الفكر هو محرك الإنسان سواء بالسلب أو بالإيجاب، ومن هنا فإن كل من ينتبه إلى صناعة الفكر في الثقافة والإعلام والدعوة والصحافة والتلفزيون وكل مجالات صناعة الفكر وصناعة الرأي مطالب بهذه المهمة الوطنية المقدسة اليوم التي ترتفع إلى مرتبة المقاتل والمحارب من أجل الوطن وسلامة الوطن وسلامة الأمة. ولذلك من الواجب أو يجب أن يحتشد المثقفون والمفكرون من أجل إلقاء الضوء بقوة وبوضوح شديد على منابع الإرهاب. منابع الإرهاب هي منابع متنوعة
منابع اقتصادية، منابع فكرية وثقافية، منابع سياسية، منابع اجتماعية. أيوه. ولهذا نشهد الآن اتساع دائرة العنف السياسي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي، وأصبح الإرهاب النهارده يمثل جريمة دولية واسعة النطاق، ممثل بالإرهاب الداخلي والإرهاب العابر للحدود المعادي لكل الإنسانية بكل الجرائم التي يرتكبها الإنسانية. النهارده الإرهاب جريمة بتهدد الدول، بتهدد الشعوب والأفراد، بتهدد الأمن والسلم الدولي، بل بتهدد النظام الدولي بأكمله. والإرهاب النهارده ما عادش إرهاب مجرد إرهاب منظمات، ولكنه إرهاب دولي بكل معنى الكلمة. الإرهاب النهارده بيلقي بظلاله على المسرح الدولي بأكمله ويهدد المجتمع الدولي بأكمله. ومن هنا تأتي أهمية المواجهة الفكرية للإرهاب. المواجهة الفكرية للإرهاب هي السلاح الفعال في مواجهة الإرهاب إلى جانب الأمن، إلى جانب جميع المسائل. وفي رأيي أن المواجهة الفكرية للإرهاب لها مسارين، مسار عادل ومسار آثم. المسار العادل يابس لإلقاء الضوء بوضوح شديد على تاريخ المنظمات الإرهابية والجماعات التي تدعي الانتمائية إلى التيارات الدينية على تنوعاتها والدين منها براء، لأن هذا التاريخ بيكشف قد ايه هذه الجماعات جماعات معادية للوطن بل منافية للدين اللي هم بيحاولوا يتشدقوا به. ومن هنا هذه النقطة اللي هي المهمة العاجلة دي بتدي ضوء قدام الشباب حتى لا يستجيبوا، حتى لا يندمجوا، وحتى لا يكون هناك انضمامات كبيرة، بل بنسلح الشباب وبنسلح قيادة الشعب وحتى الطلاب الصغار النشء لابد ان احنا نستوعبهم ونحميهم بإلقاء الضوء ده لكي نحميهم من الأفكار الجديدة. أما المهمة العاجلة بقى فدي بتتطلب إن أنا أعمل تنسيق محكم جدا بين أجهزة الثقافة والإعلام والتعليم والأوقاف على أساس والشباب على جزء من هذه الأجهزة هي التي تتعامل بشكل مباشر مع الشباب وهو يمثل غالبية هذا الشعب. نحن شعب فتي، شعب يتصدر بالحيوية، فعاوزين نواجه هذه الحيوية في الاتجاه الإنساني. ومن هنا بتيجي المهمة العاجلة لمواجهة الإرهاب فكريا وثقافيا، وهذا الكلام يتم عن طريق الآليات المتنوعة للفكر والثقافة والفن ومثلها في المسرح والسينما والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية، المعارض، الكلمة، اللقاءات موسعة للشباب بنلقي فيها الضوء على مخاطر الإرهاب وما هي هذه المخاطر المتمثلة في زعزعة الاستقرار الداخلي للدول وإشاعة مناخ القلق على المسرح الدولي وتهديد سلامة البشرية جمعاء وتعكير خطو الحياة الدولية والعلاقات فيما بين الدول، بل وإعاقة عمليات التنمية وإيقاف حركة التطوير اللي احنا معنيين بها حاليا. وفي بعض هذا ثاني مهم جدا لابد ان احنا نلقي عليه ضوء شديد، وهو توضيح الارتباط القوي جدا بين الإرهاب والفساد، وبين الإرهاب والقوى التطرف، وبين الإرهاب والاستخبارات الأجنبية المعادية، وإنه ما نشهده الآن هو نوع من الحرب المنظمة ضد مصر الفتية، مصر القوية التي لن تركع ولن تستسلم. لماذا؟ هذه هي عظمة التاريخ ودرس التاريخ. أشكرك جدا جدا
فمصر دائما دولة قوية قادرة على التصدي لهذه المخططات الإيرانية. إن شاء الله. بشكرك جدا جدا أستاذنا الكبير. أنا أولا أنا عاوز أتوجه بالشكر لإذاعة الإسكندرية، الإذاعة رائعة جدا الوطنية في توجهاتها، فشكرا جزيلا. شكرا أستاذنا الكبير أستاذ محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. بشكرك جدا على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه الآراء الشديدة الأهمية وشديدة الثقافة. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. وما زلنا معكم نتحدث مع مثقفي الإسكندرية، ومعنا الآن على الهاتف شاعرنا الكبير شاعر الإسكندرية الكبير الأستاذ محمد طعيمة. أستاذ محمد أهلا بيك معنا. اهلا استاذ مجدي واستاذه منال. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. راي شيخ شعراء العاميه في الاسكندريه استاذنا الكبير محمد طعيمه، رايك في دور المثقفين وما يجب ان يكون عليه هذا الدور؟ والله يا استاذ مجدي انا متابع الحلقه من بدايتها، ودايما بتابع اعمالك مع الاستاذه منال. الله يخليك، ده شرف لينا والله. الدور الحقيقي للثقافه في رايي يعني. أنا استمعت لمجموعة الإخوة الأدباء والمثقفين عموما، كله تكلم عن المثقف. أيوه. هنا في المقابل للمثقف إيه؟ اللي هي الأعمال اللي بتحصل من مين؟ من المتلقي. المواطنين، الجمهور يعني. الأول إن إحنا نعلم هذا المتلقي اتساع الرؤية. أيوه. الثقافة يعني معرفة. أيوة. والمعرفة بمعنى اني اتفهم، مش مجرد اني اعلم معلومة. اني اعرف ايه يعني. اول ما نزل في القرآن واحنا في مجال المولد النبوي الشريف، كل سنة اقرأ. ويجي الامام الشافعي الامام الغزالي يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الاسكندرية خصوصيتها هي الثقافة. صحيح. وليس كلام شعوبي أو غيره، لا يعني لما نشوف إن اسكندرية فكرة راودت الإسكندر الأكبر لشغفه بهوميروس والإلياذة والأوديسا وما جاء فيها عن فاروس، اللي هي يعني فرعون اللي هو الملك، يعني مدينة الملك أو جزيرة الملك. ويبدأ البطالمة يحققوا له هذه الفكرة بشغل ثقافي كله، بمعنى انه ينشئ مكتبة للمعرفة، ينشئ للتعليم الأكاديمية، ينشئ المنارة للهداية للسفن، تاخد منها المسيحية الشكل الطبقي للكنائس، تاخد منها الإسلام أول مأذنة على هذا السموق والعلو في جامع عمرو في الفسطاط من المنارة السكندرية. وده الأمل إن يحيى في اسكندرية ثقافتها التليدة. هي أنا مش بتكلم على إني اسكندراني، والله أنا بنتسب ليس بالميلاد ولا بالنشأة ولا بالمرور في اسكندرية، إنما تعشق ثقافتها المتنوعة. التنوع يعني اتساع رؤية. لما نيجي نشوف النديم ونشوف ان منهج التبكيت والتنكيت يعملوا على اسس علميه صرف، ويقول ان التعليم التقدم في اوروبا وغيرها كان نتيجه انهم اهتموا بالتعليم وقدروا يقنعونا بان التعليم عندنا لا يصح، لان ده مش هيكون في صالح الناس البسطاء ويشغلهم ويعملهم. فاذا بدايه الوعي البسيط ده هو لابد اننا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحرر الاسير اذا علم 10. بمعنى ان ثقفهم. وبعدين اللي اعتدى على نجيب محفوظ لم يكن يعرف من هو نجيب محفوظ ولا معنى ايه الروايه بتاع الجبلاوي ولا غيرها. فالمثقفين هم برضو اللي وجهوا امثال هؤلاء، ما هم مثقفين. البسطاء دول هم الاولى. يعني انا يعني عفوا بالتعبير بلخصها في رباعيه من رباعيات. اتفضل. بقول جمله اللي داير بالساقيه، قالوا له ما تفكر يا بهيم
وازاي هتتسع الرؤيه لدماغ ثقافته من البرسيم. اشكرك جدا جدا. اشكرك جدا. يعني علينا من البدايه يعني كان الاسم الثقافه الجماهيريه. انا سمعت الاستاذ احمد درويش والدكتور قانوش واستاذ احمد شبلول واستاذ جابر وغيره وغيره. المهم فيها انت بتديله ايه او بتهتم. ثقافه جماهيريه يا اخوانا. صحيح. احنا ما مثقفين في ما كل المعلم اللي هو بيدي هذه الثقافه ما هي نوعيتها. صحيح. وبعدين مجرد تحريك اتساع الرؤيه يعني الفكر يبقى اكبر، الفكر يبقى متسع ومبني على ثقافه. لما انا اروح المدرسه ويقول لي اني عليك انك انت تحب زميلك المسيحي او زميلك المسلم. صحيح. وارجع البيت الاقي العكس. طب وانا بيبقى الطالب صغير. انما لما اخده انا والدور الثقافي هنا للهيئه اللي بتروح المدارس استاذ محمد انها كمان الاسره عن طريق التمثيليات. وده جه في كلام استاذ احمد فضل. التمثيلات استاذ محمد بجاء ايه اللي يميزها؟ الفن بقى. شاعرنا الكبير استاذ محمد طعيمه. الناس ما عرفتش نجيب محفوظ الا عن طريق حسن امام. اكيد استاذ محمد كان ما قيل عن استاذ محمد طعيمه، لكنه وصل لنا معرفه نجيب محفوظ. استاذ محمد ليه؟ لان دخل في الاسره الثلاثيه الشهيره والسيد وما غيره، ومن خلالها يبص هذا الفكر الثقافي اللي استاذ محمد للعمق. استاذ محمد معلش انا يعني استاذ محمد شاعرنا الكبير استاذ محمد طعيمه. الاهتمام الاول يا اخوانا والله الاهتمام الاول بهذا المتلقي ان اجعله على الاقل. استاذ محمد سمعني؟ يتذوق. معنى يتذوق انه يستطعم في طريقتنا البلدي. معنى الاستطعام ان هناك ما يسمى في الابداع ما هو ما يترك اثرا جماليا على المتلقي. استاذ محمد طعيمه حضرتك سمعنا؟ شاعرنا الكبير استاذ محمد يتفنن في جثه متعفنه بشكل جمالي يتلقاه المتلقي بترحاب وتذوق. هنوصل لده ازاي؟ انها اهتم بهذا المتلقي. الثقافه تبقى جماهيريه ليست وقفا على النخبه. كل اللي احنا نتكلم. احنا في ختام فترتنا بيسعدنا ان يكون معنا الاستاذ المطرب طارق حسين معانا على التليفون. هناخد منه يعني حوالي اخر مداخله معانا. الو الفنان طارق حسين، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. سمعتك يعني عشان وقتنا خلص بقى ندخل على الاغنيه الجميله اللي انت كنت عاملها في الموضوع ده، نختم بيها الفتره الثقافيه بتاعتك. كلمتين بس هخش على قول كلمه صغيره بدل كلمتين طيب وجنب. ماشي حاضر. اوكي ماشي حاضر. اشهد بكل إيمان في القلب لكل نور وبصوت أجرس وأذان ينده كل الأعمار. أشهد أن الحب في بلدي تسلم كل الأبدان. أشهد أن دماء تنطق أحلى تعرف الإنسان. تراكي في كلام ومساجد تسبح بالرحمة. كهلان ومداين حضن السلطان أزمان أزمان. أشهد ويا محمد جلدي كان بيهلل كان بيكبر لما عبرنا معاك يا مصر. لما عبرنا معاك يا مصر فاكرين لما محمد مات والتخوات كل شباب حاضن جنبك كانوا بينزل ينسوا صغارى بعد سكات. يا خير جنود الأرض
يا فراعنة يا مصريين من عمر الزمن الماضي والبكرة ويوم الدين يا خير جنود الأرض يا جيشنا يا مصريين من عمر الزمن الماضي والبكرة ويوم الدين برباط الحب الواحد حاسين شيء واحد برباط الحب الواحد حاسين إننا شيء واحد لا نحب القلب الجاحد ولا واحد من الخيرين يا خير جنود الأرض يا فراعنة يا مصريين. جميل جدا جدا الفنان الجميل طارق حسين. دي كلمات عيسى عجل عيسى، يعني راجل مسيحي وصديقي بقالنا 30 سنة. فأنا مش عارف أقول لكم إيه، أنا إن الإرهاب الأسود أبو قلب أسود عمره ما هينتصر علينا. إن شاء الله طبعا. أشكرك جدا جدا. شكرا فنان الجميل. شرفتني مع هذه الكوكبة الجميلة اللي خدت على الهواء. شكرا يا حبيبي واشكرك على هذا الختام الجميل للفترة. اعتقد شكرا استاذ طارق. اعتقد زميلنا منال كان ختام جميل بالفنان طارق حسين صحيح فعلا. ويا رب كده المثقفين كلهم دور اكبر واكبر في استيعاب الشباب الصغير اللي بيطلع مواجهة الإرهاب اللي هدفه الحقيقة مش فكرة تفرقنا إحنا يعني وحدتي الشعب أو الكلام ده كله، لكن هم كان يعني قصدهم الأساسي إن إحنا كلنا ننكسر، مسلمين مسيحيين. يعني أتمنى إن شاء الله أن الحدث اللي احنا فيه ده ينتهي ولا يعود وما ينعادش تاني إن شاء الله. تحية رقيقة لكم أصدقائي المستمعين من فريق العمل من كنترول الإذاعة. يحييكم الزميل رأفت خميس، في التنفيذ على الهواء لكم أرق تحيات من الزميل علاء الجزائري. تحية رقيقة لكم من زميلي معد ومقدم هذه الفترة الأستاذ العزيز مجدي فكري. شكرا لك مجدي. تحية رقيقة لكم أصدقائي المستمعين منال زيدان. غدا فترة جديدة مفتوحة من فتراتنا معكم خلالها دكتورة هناء عامر.